راجع لازمه بيرسي تاو عشان اصاباته المتكرره. فالاهلي بدا ياخد باله لما يجيب لعيب يشوف تاريخه المرضي كويس. لكن اتعملت مع مشاري بوف كويس ان احنا رحنا هناك، احمد ابو عبله، وعمل الكشف الطبي هناك، فبالتالي اللعيب ما جاش ولا جه مصر ولا اتقال عليه كلام كتير ولا حاجه، كان يا دوبك انباء. المره دي يعني شفنا ان احنا اتسرعنا مع يعقوبه، لان يعقوبه جه مصر اوريدي. يعني يعقوبه جه مصر والاهلي بعد ما كشف عليه مره والتانيه شاف ان في مكان في الركبه لسه في كدمه او في يعني علامه. فالاهلي خايف لان هو عمل رباط صليبي قبل كده في الرجل ديت، فخايف يحصل. ودينا شايفين اكرم توفيق حصل له ايه بعد ما عمل الرباط الصليبي، فبيرد تاني. فالخوف بدا يخش جوه قلوب الاهلي. طيب فالاهلي عارض على دلوقتي ان هو يستعير اللاعب بنيه الشراء. طب ما كمل اول. يعني احنا ليه اصلا ما بنجيب لعيب؟ يعني ما كل العالم ماشي كده، ليه ما بنجيب لعيب عاوزين نروح نمضي معاه على طول؟ طب ما نعمل حكايه بند